مساء الخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة خفيفة هكذا وثمثم توجد، والأهم الأهم أنه تكون بنينة بزاف والطريقة تاعها سهلة وبسيطة وكما الطعم يعني اللي ديما نتشهاوه في الفول، ديما نشوفه في المسلسلات في الأفلام يعني. واليوم جبت لكم طريقة سهلة بزاف، يعني ربع ساعة هو واجد معكم. أول حاجة نبداو ننظفوا الفول تاعنا ونفوروه. أنا هنا فورته يعني راه طايب داخله طياب مليح. وعندي حوالي زوج حبات طماطم كبار مرحيين، زوج ملاعق تاع زيت. اما بالنسبه للتوابل فعندي كزبر نصف ملعقه كبيره، عندي ثوم حوالي 4 فصوص، عندي كمون، وعندي فلفل اكحل، وعندي ملح، وعندي فلفل حمار نصف ملعقه من كل حاجه غير الفلفل الاسود شويه برك. والثوم نديرو كميه مليحه يعني حوالي 5 فصوص هكذاك. واول حاجه راح نبداو فيها انه نحطوا الزيت تاعنا ونضيفوا الطماطم. والطريقه هذه يعني على قد ما راهي بسيطه وما فيهاش مكونات بزاف، ويعني يكونوا في كل دار، خاصه ذوكا انه وقت تاع الفول ومتواجد بزاف. هنا بعد ما ضفت الطماطم يعني نضيف التوابل تاوعي ونقلي مليح معجون تاع طماطم وثوم على صوص طماط، هما اول حاجه. ومن بعد باش نضيف التوابل الاخرين تاوعي، وما نخليش بعد ما نضيف الفلفل الحمار عفوا انه بزاف لانه يتحرق لي، يعني نخلي بالي عليه، لانه الفلفل الحمار هكذا دي فوا كي نقليوه بزاف ولا راح يطلق واحد المرورة هكذا، هي اللي تخلي لي الصوص تاعنا ما يجيوش بنان. انا هنا ما دقيقة ولا ضفت شوية ما، لانه انا حابه نضيف الفول تاعي ونخليه مع لاصوص يتشرب هذيك لاصوص والنكهه، ويشرب كيما نقولوا الذوق تاع الكزبر وتاع الثوم، هو اللي يخليه يجي بنين. ماشي ندير صوص خاطره ومن بعد نلوح الفول كلش على ضربه، يعني هكذاك مش راح يجي متشرب للبنه. راح نخلي لاصوص تاعي قسمة تاع قاد شويه برك ويطيبوا كيما يقولوا التوابل هذوك يطلقوا البنه تاعهم، ومن بعد راح نضيف الفول تاعي مباشره. وهنا حسب الفول يعني تاعك، اذا كان فورتيه مليح وطايب مش راح يديلك وقت في لاصوص مرة، ممكن تاع 10 دقايق ولا ويكون واجد. وثاني اهم حاجة انه الوصفة هذه وش تحب زيت زيتون مع الاخر، يعني اذا طيبتيه هكذا هو راح يجي بنين يعني وكل حاجة، لكن رشة تاع زيت زيتون مع الاخر هي اللي تمدله النكهة وتخليه يخرج هذيك البنة تاعو. اما بالنسبه للناس اللي يعني يتوفر عندها زيت زيتون بزاف هكذا ولا تقدر حتى تستغنى على الزيت العادي وتطيب بيه طول من الاول، راح يمد واحد النكهه ولا اروع. هو اهم حاجه فيه انه تكثروا شويه الثوم والكزبر وزيت الزيتون مع الاخر، هذو اهم 3 حوايج في اللي صوص هذو. يعني جربوها بالطريقه هذه، يعني فول هكذا طريقه بسيطه وسهله، والاهم انه تجي بنينه والولاد تاني يعجبهم بزاف. يعني بلا ما تديروا هكذا تبالغوا في انه طيبوا في حاجة هكذا تدي الوقت ولا حاجة سهلة وثاني بنينة في نفس الوقت. وهذا الشكل تاعو بعد ما طاب، وهنا راح نكبلو زيت الزيتون، وانا نحب ندير له تاني شويه قارص، وهذه الحاجه اختياريه. وديما انا نرافقه مع كسره، يعني الفول انا ما يجينيش مع الخبز، ولا اهم حاجه هي كسره. وكاينه ثاني وصفه واحده اخرى ممكن هكذا نشاركها معكم، انه تقدروا تفوروا الفول برك تفوروه مليح وتخلطوا له الكمون والملح وزيت الزيتون برك هكذا وتاكلوه ثاني يجي ولا أروع عفوا، ويتباع في الشوارع ثاني يوم يتشبعش. بنتو بزاف بنينة، والطرق هذو في زوج يعني مكانش ما خير منهم. نتمنى تجربوهم، وإذا عجبوكم نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات أكثر وأكثر.